هل صدقتم أنهم صعدوا للقمر وللفضاء؟ يبدو أنكم تمت برمجتكم على الهراء. لم يصعدوا للقمر جهودهم إلى الفضاء، ولم يخرجوا من أقطار الأرض والسماء. درجة الحرارة على القمر ناقص 173. كيف مكثوا على سطحه الساعات 21؟ قالوا لا يوجد هناك أي هواء، فكيف رفرف العلم تبين للغباء؟ وكيف غادروا القمر بدون منصة إطلاق؟ وكيف في الصور لا نرى النجوم على الإطلاق؟ ولماذا هناك اتجاهات مختلفة للظلال؟ ولماذا لا يوجد حفر في مكان الهبوط؟ هذا محال. لماذا يوجد أثر للقدم ولا يوجد أثر للمركبة؟ وكيف تكون هذه هي التكنولوجيا المفقودة؟ وكيف يتصل بهم نيكسون بهاتف أرضي؟ وكيف نسوا الرجل الذي بقي وراءهم ليصورهم؟ هل كان أرمسترونغ أول من خطا على القمر أم المصور؟ هذه أسئلة لا يمكن أن يجيب عليها الكروي، لأنه كائن مبرمج على النسخ واللصق من أسياده. لذلك لا تلقوا لهم بالا، فهم كموت. لا تتوقعوا منهم ردودا لأنهم حمر. هي طقطقة حلوة الصراحة. أنا مش معاكم في كلمة حمروش دي، يعني لازم نحترم الرأي والرأي الآخر، كل واحد ليه وجهة نظره يقولها. وبعدين كروية ولا مسطحة ده هيفيدنا بإيه؟ المهم نؤمن بالله ونتبع أوامره ونجتنب نواهيه، عشان ما يحصلناش زي ما حصل للبحابيح. كمل تقليد بس بعد ما تصلي يا سيد، بعد ما تصلي.